النهاردة أنا هخليكي تعرفي تعملي البريوش أو الشريك أو المنجقونة بطريقة المخابز، ويمكن أحلى كمان من المخابز، ومكونات موجودة عندنا في البيت. والسر في معلقة واحدة اللي تخلي الجيران يخبطوا عليكي ويقولولك انتي بتعملي ايه النهاردة. المعلقة دي والحبوب الصغيرة دي هنقول عليها في الفيديو معانا، وتعالوا معانا نبتدي الوصفة ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل معاكم البريوش. أنا عاملة نص كيلو، مقدار صغير. ممكن تضاعف المكونات بس المقادير مظبوطة 100%. أنا بحط المقادير كلها على بعض، مش بعمل في الخلاط. عندي 3 كوبايات ونص دقيق بالظبط، عليهم نص كوباية سمنة. ممكن تعمليها نص سمنة ونص زيت، نص زيت ونص زبدة، الدهون اللي انت حباه. وممكن زيت بس السمنة بتديلها او الزبدة طعم خطير. ومعايا دي بقى الخميرة البلدي اللي كل الفران بتستعملها، الخميرة البلدي مش الفورية، دي اللي بتدي نكهة مختلفة. انا بدوبها بشوية سكر زي ما انتوا شايفين، دوبتها في سكر ومية دافية بتفور معايا اهي. حطيت معلقة سكر صغنونة و 5-6 معالق مية دافية عشان بس ما تبوظليش مقدار الدقيق. ومعايا البيضة، رش عليها طبعا فانيليا، ومعلقة الخل. انتوا عارفين الخل دايما ما بستغنش عنه في العجاين، لازم معلقة خل كبيرة. انا بحب احط معلقة خل كبيرة مع نص كوباية سكر. ممكن تزودي لو انت بتحبي المسكر زيادة، ممكن تزودي، ممكن تحطي 3/4 كوباية مع نص كوباية لبن. انا حطيت السكر على اللبن، وهحط معاهم المحلب الحبوب اللي انا حورتها لكم في الاول دي. انا طحنتها في الكبة وهدوبها مع اللبن والسكر. لو خايفة ان السكر ما يدوبش، ممكن تدوبي اللبن مع السكر على النار وتسيبيهم لما يدفوا، وتحط عليهم المحلب وتقلبيهم مع بعض وتحطيهم على العجينة بتاعتك، يكونوا دافيين مش سخنين. بس انا يعني ما فريش معايا، لان كده كده السكر هيدوب لما تدخلي العجينة النار. وهحطهم على العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هحط اللبن اللي مع السكر ومع المحلب مع بعض، هحطهم على العجينة بتاعتي، وابتدي ان انا ادمج كل المكونات معايا. المكونات بتاعتنا كلها نندقها، يعني اول لما تبتدي يختلطوا مع بعض كده اهو، هبتدي ان انا اعجن بقى بايدي. العجاين دي بتحب العجينة بالايد، بتبقى جميلة. هبتدي ان انا اعجن بايدي، والمقدار مظبوط 100%. ده انا بنعمله بقالنا سنين، وبصراحة الجيران بيخبطوا عليا بيقولولي انتي بتعملي ايه النهاردة. الريحة بتبقى قلب الشارع بأمانة. هنا انا عجنته زي ما انتوا شايفين، لمت معايا على طول. الدقيق ممتاز، المقادير مظبوطة على الشعرة، كله ممتاز معايا. هتلم معايا بسرعة، وهعجنها شوية وهسيبها انها ترتاح. انا هنا البيكنج باودر، هحط معلقة بيكنج باودر لان انا ما كانش عندي محسن خبز، فالبيكنج باودر بديل محسن الخبز، عشان انا حاطه خل محسن، والبيكنج باودر عشان برضو يساعد العجينة والخميرة انها تعلى بزيادة، لان انتوا عارفين الخميرة البلدي بتاخد وقت عن الفورية، بس هي دي اللي بتدي لها نكهة مختلفة. هي والمحلب بيدوا نتيجة مختلفة خالص للبريوش بتاعنا. بنلم كل الجوانب عشان السوائل او حتة عجينة هنا او هنا نلمها كلها وبعجينها. وزي ما انتوا شايفين لما معايا ولا بتلزق ولا اي حاجة، العجينة طرية جدا جدا وجميلة. هبتدي ان انا اعجنها على الرخامة لمدة 3 دقايق واسيبها ترتاح، وارجع اعجنها تاني 3 دقايق عشان العجينة بتاعتي العرق يمط، عشان الخميرة تشتغل وتخلي ملمس العجينة طري. انا عايزة ملمس العجينة، هي طرية من قبل ما اعجنها، بس لازم تتعجن معانا. زي ما انتوا شايفين انا بعجن اسطواني، وبعدين برجع اقلبها
واعجن تاني من الجنب عشان ابقى عجنت كل الاطراف. بعجن طرف وارجع اجيب الطرف اللي من تحت واعجنه. لازم تعجني كل الاطراف عشان تتأكدي 100% ان كله اتعجن. زي ما انتوا شايفين دلوقتي العجينة بتاعتي انا سبتها ترتاح شوية وقلت اعجنها تاني عشان تنعم. زي ما انتوا شايفين انا بعجنها كويس. العجينة بتاعتي لازم تخدمي العجينة بتاعتك كويس جدا عشان تطلع لك نتيجة ممتازة. زي ما انتوا شايفين طرية معايا جدا ومش بتلزق خالص، بس طرية. انا هسيبها ترتاح لمدة ساعة وارجع اشكلها. هو الخميرة البلدي المفروض ان انت تعجنيها من بالليل والصبح تبتدي تشكلي وتشتغلي فيها. احنا بنعمل كده على طول، بس انا طبعا عشان مستعجلة سبتها ترتاح لمدة ساعة. بس هي في فقاقيع، هي مش باينة ليكم الفقاقيع، بس في فقاقيع بدأت انها تخمر لان البيكنج باودر ساعد برضو مع الخل. فانا هبتدي ان انا اشكل فيها. شايفين بتمط معايا ازاي؟ بدليل انها ارتاحت والعجينة ممتازة. هبتدي ان انا دلوقتي اشكل معاكم العجينة. انا باخد حتة صغيرة بصغيرة، ممكن تعملي بالميزان بس يعني بايدك كده تقدري تكرري. بجيب العجينة وبفردها. بتفردي من جوه لبره، من جوه لبره، علشان خاطر يبقوا متساويين مع بعض، عشان الطروف ما تبقاش رقيقة ومن جوه تبقى تخينة. انا شلت حتة علشان كانت زيادة وهتبقى اطول، فشلت حتة من العجينة ورجعت اكمل فرد. زي ما انتوا شايفين انا هبتدي الف. بنلفها زي الحلزونة كده دايرة كده، وبحط الطرف بتاعها الاخير من تحتها. الطرف الاخير من تحتها عشان لما تيجي تخمر وحطها في الفرن ما تفرش معايا وتبقى وحشة. هنا انا بوريكم واحدة كمان بفردها من النص لبره، من جوه لبره، من جوه لبره، علشان خاطر تطلع معايا متساويين على قد ما اقدر. وهبتدي الفها حلزونة تاني. عايزة تغيري الاشكال غيري زي ما تحبي، بس ده الشكل التقليدي بتاع البريوش او المنجقونة او الشوريك. جيبي الطرف وحطيه من تحتها عشان اما تخمر ما تفردش معانا. هنا انا هدهنها بقى معايا صفار بيضة وفانيليا ومعلقة لبن. ده الدهان اللي هدهنه بيها. حابة تحطي ربع معلقة نسكافيه، ممكن تحطي ربع معلقة نسكافيه، بيدي لون حلو برضو، بس انا ما بحبش لانه مقطعة ولسه ما دورتش على نوع مصري يكون كويس. بدهنها كويس. العجينة بتاعتي انا بدهنها مرتين، مرة قبل ما تخمر ومرة بعد ما تخمر. هنا بعد ما بدأت تخمر معايا ودهنتها مرة كمان بوريكم. انا سبتها لحد ما خمرت، يعني تقريبا سبتها لان البلدي بتاخد مدة اطول، سبتها تقريبا ساعتين، سبتها تخمر ساعتين. وهنا زي ما انتوا شايفين النتيجة النهائية بتاعتي. الريحة قلبت البيت. ده الصاج اول لما طلع. عايزة اقول لكم ان في بداية الفيديو يعني يا دوبك دول اللي اتبقوا من الصاج ده، انا لحقت دول. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية جدا جدا، طرية وهشة قوي قوي. الخميرة عملت معاه. هنا بقى انا عايزة اقول لكم ان دول يا دوبك اللي لحقتهم. وابن قال لي يا ماما القنوات التانية بتجيب العجينة وبتفتحها وبتوري الناس من جوه، انت ليه ما بتعمليش كده؟ فمرضتش اكسفه وصورت له الحتة دي عشان برضو تشوفوا ان العجينة عاملة ازاي من جوه وطرية وجميلة ومنفوخة ومورقة وطعمها في منتهى الجمال. ودول يا دوبك اللي اتبقوا، وحتى اللي انا وريتها لكم دي اتاخدت من ايدي على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.